بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا يعني مفيش معيش حد يصورني، بس انا قلت لازم اعمل فيديو ده على عجل عشان حاجة معينة. معلش هنشوف. وصلتني تايم ماجازين النهاردة اللي هي هتكون في ايد الناس على يوم 30 جون اللي هو يوم الاثنين، مش اللي جاي ده، اللي بعديه. بص عنوانها ايه؟ ده اندو العراق، نهاية العراق. ورسم لك صورة خريطة العراق ومولعة، والولعة اكتر من ناحية ايه؟ من ناحية سوريا. ده ايران، دي تركيا، سوريا، المملكة العربية السعودية، الاردن، واخدة حتة من الاردن كمان، والكويت. طيب، ميشيل كوالي اللي هو المحرر بتاع الموضوع ده. ولما ندخل هنا نشوف هنا بقول لك ايه، فجأة ان المجموعات مسلحة سنية استولت على اماكن حيوية في العراق. وبعدين التقرير بيكتمل، وبعدين في الاخر خالص تصور الكاتب، وطبعا المجلة دي بتعبر عن رأي الحكومة الأمريكية على فكرة. يعني تصور 3 أماكن، 3 دويلات. دولة كردستان في الشمال اللي هي كردستان حاليا، الموصل براها بس كركوك على التماس، وعامل كركوك داخل كردستان. وبعدين دولة سنية بتاخد جنوب وغرب وشمال العراق الموازي لكردستان. وبعدين دولة سنية بغداد، الدولة السنية دي بغداد ضمن الدولة السنية. وبعدين الدولة الشيعية في الجنوب. الأدهى بقى في الموضوع لما تبص على الخريطة، واخد جزء من الكويت وجزء من السعودية ضمن الدولة السنية. ضمن الدولة السنية الكويت، وجزء من شمال شرق السعودية ضمن الدولة الشيعية. المفروض دي التقسيمة. فطبعا هو المقال بيقول لك نهاية العراق، يعني ما عادش فيه عراق. ممكن بقى دي تتسمى كردستان، ودي تتسمى سنستان، ودي تتسمى شيعستان، والكويت تستنى الحتة الصغيرة اللي فيها. وطبعا هو واخد الكويت كل المنطقة اللي هي على الخليج، بتطل على الخليج، فيخلوهم صحراء. واخد الحتة اللي فيه الغنية بالنفط اللي في شمال السعودية على أساس إن هي تنضم للدولة الشيعية المستقبلية. طيب، عامل لي خريطة تانية هنا وعامل فيها الأحمر ده المناطق اللي فعلا الجيش العراقي مش مسيطر عليها، الحمراء الصغيرة دي. والباقي ده كله المجموعات جاهزة ان هي تنفصل عن الدولة. حاليا في مجموعات تنفصل عن الدولة حاليا، بما فيها كل سوريا ما عدا جنوب سوريا وجزء صغير جنب دمشق. يعني بمعنى أصح ان احنا بنتقسم واحنا مش واخدين بالنا بما فيها. وطبعا جايب لك احصائيات ما بين ايران وتركيا والكرد والشيعة والسنة في كل الاماكن اللي هم ايه بعد التحرير. وجايب لك بقى صور المجازر اللي تمت في الموضوع، وكاتب مقال مطول 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 مكون من 6 صفحات. ونادرا بالذات في تايم لما يكون في مقال كبير بالشكل ده. 8 صفحات. والغلاف نهاية العراق. يعني أفيقوا يا عرب، أفيقوا يرحمكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.